السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نشوف النهاردة ايه الجمال ده. ايه اللي احنا عاملينه ده؟ تورتة الفواكه. الولاد هيطيروا من الفرحة. بجد حاجة كده وهمية وجميلة وسهلة خالص خالص ومش مكلفة ابدا. بصي جمالها، شايفة الالوان؟ حاجة كده تحفة. اللي ولادها مغلبينها مثلا في اكل الفاكهة هياكلوها بقى، يعني عارفة مش هتسدي عليهم. بصي الجمال، شايفة الالوان عاملة ازاي؟ حاجة كده تحفة وسهلة، لا فرن ولا عجن ولا اي حاجة خالص. هتجيبي مكونات بسيطة خالص عندك في البيت، من اي فواكه عندك في البيت. انا مش بجبرك على حاجة. تعالي نشوف عملناها ازاي. هنجيب نص كيلو لبن. ماشي، دي صينية تقدري تستغني عنها، تعملي في كاسات، تعملي في صينية مناسبة. قطعت كمية فاكهة، كان عندي اناناسية وبرتقانية واحدة بس وسبعين موز. ده بقى كاسترد اللي هيعمل لك طعم حلو قوي قوي قوي، والولاد هيحبوه خالص مع الفاكهة. حطيت منه حوالي معلقتين على النص كيلو. ماشي، زودت سنة كده بس عشان يبقى يعني تقيل سنة. والسكر بقى زي ما تحبي على حسب الرغبة. انا حطيت 3 معالق كبار، ماشي، مليانين كده وحلوين. هنبتدي بقى نقلبهم كويس قوي كده على البارد، طبعا اللبن بارد من التلاجة. هقلبهم كويس قوي بمضرب السلك عشان يدوبوا في بعض كويس قوي. وبعدين هرفعهم على النار. في الاثناء دي بقى انا كنت مقطعه الفواكه. حطيت ورق استرتش تحت كده في الصينيه عشان لما اجي اقلبها تبقى سهله عليا. وزعت الفاكهه كده بطريقه عشوائيه يعني. طبعا ممكن تزودي عنب، خوخ، اي فاكهه موسميه عندك، ويكون مثلا الاولاد مغلبينك ولا حاجه في اكلها. هتلاقيهم هياكلوها بسرعه لان منظرها كمان جذاب قوي. انا قطعت بقى الموز كده عشان الموز بيسود، قطعته بس قبل ما اصب عليه على طول. قطعت صباعين، ممكن تزودي. بس وزعيهم كده علشان كل اللي ياخد خرطة تبقى فيها من كل الفواكه. خلاص انا طبعا كان الكاسترد بتاعي جاهز خلاص وهو سخن لسه. كنت طافية عليه بقالي بس 5 دقايق ولا حاجة. بعيد تقليبه قدامك اهو، السمك بتاعه مش خفيف ولا تقيل. هنصبه على طول وهو سخن كده على الفاكهة بتاعتي بالتساوي كده، بحيث ان انتي ايه، يروح لكل الفاكهة وكمان ينزل عليها كلها ويمسك فيها. جبت بقى عندي بسكوت سادة، ده بيتباع بالكيس. الكيس ده كله اصلا يعني تمنه رخيص قوي ومعروف في الاسواق. هاتي اي نوع بسكوت سادة يريحك من اول ميري وانتي طالعه بقى. انا طحنتها كويس قوي في الكبه. حطيت لها بقى حوالي معلقتين زبده كده سايحين حلوين عشان يمسكوا البسكوت في بعضه. حطي سمنه بحيث تلاقي البسكوت مسك شويه في بعضه. تمام. السمنه كمان بتدي طعم كويس قوي، بتعزز الطعم. طحنتهم مع بعض، بصي منظرهم بقى ايه، عامل زي الرمل المبلول كده، حاجه كده ايه، اللي هي ماسكه ولا هي سايبه قوي. رشيتهم بقى على الخليط بتاعي. برضو الكاسترد كان لسه سخن عشان برضو البسكوت يمسك فيه. ابتدي كده اوزعهم على الصينيه بتاعتي. زي ما انت شايفه كده اهو. ماشي، مع ضغطه خفيفه كده بحيث البسكوت يتساوى وينزل لتحت مع بقيه المكونات كده. مش ضغطه كبيره يعني، بسويها. ماشي، وبعدين هغطيها برضو بورقه استرتش حلوه كده. هستنى بس ربع ساعة كده يكون برد واحطها في التلاجة. وغرفي بقى في الأطباق. ممكن ما تكونش طبعا شكلها منتظم قوي، بس الألوان اللي فيها وطعمها بقى الجميل والكاسترد اللي برد، حاجة كده تحفة. يعني عايزة اقولك عجبتهم قوي قوي قوي. جربيها وقوليلي رأيك ايه. ولو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والشير. ألف هنا وشفا. شايفة الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة ومش مكلفة حاجة خالص.